السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع الدكتور أحمد الياس، فنان تشكيلي وخاص بالتراثيات. طبعا في لوحة شدتني بالرموز والأحرف اللي موجودة فيها، وحيشرح لي إيش هي الحروف هذه وإيش أساسياتها. هذه اللوحة أمامكم ما شاء الله تبارك الله. أبغاك تشرح لي أول شيء هذه الحروف إيش تدل. هاي الحروف تدل على جزء من أبجدية المسندية الحميرية تبع اليمن. أيوة. يلي هي من أصول الحرف العربي أو الأبجدية العربية. نجي لهون. هاي المسمارية المعروفة يلي انأخذت من أبجدية أوغاريت. هاي أبجدية ضمن، يعني هاي جزء من تشكيل حديث عن أبجدية أوغاريت يلي هي إلى علاقة بأصول الأبجدية العربية ما شاء الله والحرف العربي. هاي هون نجي الهيروغليفية. يقال أن الأبجدية العربية كمان أخذت منها، ولكن في هاي فرعونية، يعني لغة الفراعنة أو أبجدية الفراعنة يلي كانوا يعني يتعاملوا فيها. أو هون في عندي أبجدية النبطية. هذه النبطية أبجدية الأنباط أو الغساسنة، منطقة الغساسنة. طيب. جنوب بلاد الشام. طيب هذه هل لها كلمة معينة أو أقراها إيش؟ لا ما لها قراية. يعني أنا ما يعني بوظفها توظيف تشكيلي. أيوة. فني. توظيف تشكيلي. هون بيجي يعني ملخص هاي الأبجديات، ولادة الخط العربي الكوفي. أيوة. يلي غير منقط، بعدين صار منقط ومشكل. أيوة. مضبوط بالشكل. طيب. والتنقيط. هل لها برضه معنى معين او اقراها ايش هي او الكلمات؟ لا هي برضها نفس الطريقه وظفتها توظيف كحروف وتراصيف. نعم. لا هي هون جاي مخطوطه، هي جزء. طيب. من مخطوطه. طيب ايش مكتوب مثلا هنا لو ابغى اقراها؟ ما عليها نقط، ما عليها شيء. هل لها كلمات معينه؟ نعم. ما هي؟ وقف شوي. طيب.